مصطفى فتحي تبقى ضربه حره غير مباشره. عمرو حسام حارس المرمى هو اللي بيلعب الضربه الحره الغير مباشره ويلعبها طويله على حدود المنطقه في منتهى الخطوره والتسديده. هوبا يا سلام يا سلام، احمد جمعه في ليله الجمعه بيسدد ويسجل هدف اول لاتحاد الشرطه. مش ممكن عمرو حسام من حارس المرمى في لمستين اتنين بيسجل اتحاد الشرطه الهدف الاول. ليه؟ هدف اول لاتحاد الشرطه هيحل اللقاء جدا، هيحمل اللقاء جدا جدا جدا. احمد جمعه بيسدد ويسجل. شوف اللعبه من البدايه، عمرو حسام حارس المرمى وادي واحده طويله لمسه من نانا بوكو على مره واحده بيسدد. ولسه بنتكلم عن الرقم القياسي في نظافه الشباك المسجل باسم عادل المأمور. 11 مباراه 954 دقيقه لم ينجح احمد الشناوي في الوصول الى هذا الرقم. شوف اللعبه، شوف التسديده، يا سلام يا سلام. هو ده الكلام، هو ده الكلام، وهو ده الهدف الاول لاتحاد الشرطه. 1-0. الهدف ده هيحل اللقاء جدا، هيحمل مرتده سريعه نادي الزمالك. هيعملوها في كام لمسه هنشوف ونتابع. مصطفى فتحي نقل ناحيه الشمال عشان يبعد عن احمد كمال. مصطفى فتحي ممكن عرضيه يلم كورته، عرضيه بيمينه مش زي شماله، توصل لمعروف مره ثانيه اتلخبطت في رجله لكن يعملها ثاني عرضيه. هوبا يطلع دفاع اتحاد الشرطه. مباراه حلوت قوي، المباراه حلوت جدا. انطلاقه من ناحيه اليمين لنادي الزمالك، ادي على طول عايز يعدي، عايز يفوت في الجنب اليمين. حازم اللمه الحلوه، ممكن العرضيه، ممكن نشوف سنده حلوه على حدود المنطقه. وادي مره ثانيه في منتهى الخطوره، عرضيه في منتهى الخطوره ويطلع الدفاع. لسه فيها كلام. وفرمان ضربه جزاء، ضربه جزاء ابراهيم نور الدين، ضربه جزاء لنادي الزمالك، ضربه جزاء في الدقيقه 28. وادي انذار لخالد سطوحي، انذار لخالد سطوحي. نوبه صحيان كبيره جدا جدا لنادي الزمالك بينتج عنها ركلة جزاء. ركلة جزاء لنادي الزمالك هي ركلة الإنقاذ بالنسبة لفريرة، ركلة الإنقاذ لفريرة. نشوف اللعبة مرة تانية. ادي تدخل مع أحمد توفيق من خالد سطوحي داخل منطقة الجزاء، وركلة جزاء فرمان من إبراهيم نور الدين. ادي بقى هنا خالد القماش بأخلاقه العالية المعروفة عنه. شوف العرضية وباسم مرسي بيحاول عليها، يدخل أحمد توفيق يحاول يسيطر على الكورة، ولكن خالد سطوحي يتدخل بيشكل خطورة. 12 يا ترى هيقدر يرفع ولا ايه؟ هنشوف. باسم مرسي والأعصاب الفولاذية، وركلة الجزاء. مواجهة فردية لا تقبل القسم على 2. باسم مرسي في مواجهة فردية مع عمرو حسام. باسم مرسي والهدف الأول لنادي الزمالك. عملها على الطريقة الألمانية، ركلة الجزاء على الطريقة الألمانية اللي هو بيحط وش رجله في الكورة مهما كان حارس المرمى. باسم مرسي بيسجل الهدف الأول وهدف التعادل لنادي الزمالك، والهدف ال12 ليه. عنده هدف في سموحة، هدفين في الرجاء، هدف في المصري، هدف في الجونة، هدف في النصر، هدف في امبي، في الاتحاد، في الرجاء، في المصري، في الاسيوطي. وحاجة جميلة قوي انه ادى لباسم مرسي عشان يسدد ركلة الجزاء. ليه؟ لان باسم مرسي ساعة ما ضيع ركلة الجزاء في مباراة النادي المصري ما سجلش. تعادل ايجابي 1-1. شفنا هدفين، شفنا فرص، شفنا محاولات هنا وهنا، شفنا طرد، شفنا اثاره كبيره جدا جدا. طول مصطفى فتحي بيلعبها حلوه، حماده طلبه، ادي السنده والعرضيه داخل منطقه الجزاء، ضربه الراس والهدف الثاني ابراهيم صلاح. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. العرضيه على 100 والرأسيه 100 والهدف يفرح الزملكاويه. ابراهيم عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. يا سلام، الرد جاء سريعا. شوف اللعبه، شوف التمريره، وتقمص دور لاعب ايسر اللاعب حماده طلبه.
لاعب بيلعب بالقدم اليمنى ولكن تقمص دور الظهير الايسر على اعلى ما يكون، وضربة رأس اكتر من رائعة عشان يجيب ابراهيم صلاح اول اهدافه هذا الموسم مع نادي الزمالك في الدوري الممتاز. ضربة راس لابراهيم صلاح